السلام عليكم، صباح الخير عليكم البنات. نتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال وانتم كتشاهدوني. اليوم كيف ما غادي تشوفوا ان شاء الله غدوزوا معايا يعني كيف شنو غنوجدوا للغدا وفين غنمشي وشنو غنديروا هذا النهار. ابار الفطور اللي ما صورتوش كنعتذر. المهم البنات غادي ندخلوا دابا حاليا للمطبخ وغادي نشوفوا شنو تابعنا ونوجدوا الشهيوات ديالنا. وهذا الشيء ما كاين، خليكم معايا حتى الاخر. وكيف ما كتشوفوا دابا خديت البصله قطعتها طريفات والطماطم تاعي قطعتها طريفات. غندير وصفه مصريه. المهم غنسلق الفراخ بالبصله والطماطم قطعتهم طراف مع فصيص ديال الثوم خليته صحيح مع ورقه سيدنا موسى وقع قله، ودرت البزار والملحه والقزبر يابس مدقوق وصافي والماء وخليت داكشي تسلق. ودابا غادي نديرو صينيه بطاطس. غادي نقطعوا البصله كيف ما كتشاهدوا. غنديروا صينيه بطاطس مصريه حبيت نشاركها معكم الا عجباتكم في نفس الوقت وبغيتوا تغيروا الروتين وطيبوا الطياب بحال هكايا. علاش لا تغيروا من الاكلات والوصفات المغربيه ديالنا، ديروا شي حاجه جديده. المهم كيف ما كتشاهدوا غادي نقطع البصل والبطاطس ومن بعد غادي ندير الفلفل حتى هو والطماطم مقطعين كلهم قطع دائريه بحيث انه يعني يكونوا بحال في نفس المنظر. هذا مكان اعزائي الكرام. وغادي ندير لهم البهارات اللي هي نفس البهارات اللي درت في الدجاج اللي سلقته باش يعطي نفس لوغو. درت غندير الملحه وغندير ورقه الرند اللي هي ورقه سيدنا موسى مع قعقله اللي هي الحبهان والفلفل الاسود والقزبر مدقوق يعني كزبره ناشفه او كزبره يعني يابسه، وصلصه الطماطم ملعقه من صلصه الطماطم على الخليط ومع الزيت وخلاص. غادي نرويوها بشويه ديال المرقه ديال الدجاج او العادي نصبوا عليها شويه يعني شي كاس ديال الماء فين يطيب لينا هذا الخليط ونخليوه يطيب. وغادي تجي زوينه بزاف البنات، جربوها بصراحه كتجي يعني مختلفه على بطاطا مشرمله المغربيه اللي مولفين كنديروها حنايا، كتجي زوينه بزاف. فكيف ما كتشاهدوا يعني نفس المكونات اللي ذكرت لكم، البزار وقزبر مدقوق والملحه وورقه سيدنا موسى وما عرفتش واش كيقولوا لها قعقله ولا بسيبيسه ما عرفتش. المهم هي ورقه سميتو ورقه لورا وورقه لورا وحبهان مع الزيت كيف ما كتشاهدوا. وفي نفس الوقت يعني كنولي نذكركم بالمقادير. غادي ندير حتى هي صلصه الطماطم كيف ما سبقت قلت لكم. سهله بزاف البنات بصراحه والله العظيم. الا كيجي واحد اللوغو ديالها اللي هائل جدا، كيجي زوين وبنين عفوا. فغادي نديروها فوق البوطه ونرويوها ونخليوها طيب وغنكملوا نشوفوا شنو غنطيبوا تاني. اليوم انا دايره يعني طياب مصري 100%، وحبيت نشارككم الوصفات اللي غادي ندير باش في نفس الوقت نتوما يعني الا بغيتوا تغيروا الروتينات ديالكم. وكيف ما كتشاهدوا دابا في مقله غادي ناخذوا السمنه او الزيت او الزبده على حسب نتوما شنو باغيين، وغادي نديروا سميتو السنطير اللي هو لسان عصفور. غادي نحمروه في الزيت مزيان حتى يعطيني ديك الكراتين يعني يعطيني اللون ديالو ديال الذهبي. ضروري البنات السنطير كيخصو يتصاوب في السمنه او في الزبده يعني يتحمر حتى يعطينا ديك اللون ديالو الذهبي. باش عاد غادي ندير كنت انا الدجاج اللي سلقته صفيت المرق ديالو حيت منه. هانتوما الدجاج اللي سلقت صفيته حيت منه ديك البصله وديك الطماطم وداكشي، خديت غير العصاره ديالو ومن بعد غادي نكب عليها السنطير من بعد ما غادي نحمرو. وهذه كتسمى شوربه لسان عصفور مصريه معروفه هنايا. سهله بزاف يعني بمكونات بسيطه. انكم ملي كتسلقوا الدجاج اللي هو كيف ما كتشاهدوها هو من بعد ما تسلق كديروا هاد الطريقه هذه. كتاخذوا ديك المريقه ديال الدجاج كتصفيوها ومن بعد كتحمروا السنطير كيف ما حمرته انايا بالزبده او السمنه المصري. نتوما بما انكم ما عندكمش سمنه مصري ديروا الزبده والزيت وحمروا لسان عصفور اللي هو السنطير مزيان، ومن بعد صبوه على ديك الخليط ديال المرق وغتنقصوا له البوطه وتخليو ديك الشوربه طيب على خاطرها بنار مهيله. كتجي زوينه بزاف وغتشوفوها في اخر الفيديو البنات.
بانها يعني بلذيذه بزاف، يعني اللوغو ديالها غزال، خصوصا اللي عصرتوا عليها الحامض اللي هو الليمون، تعصروا عليها عصره ليمون في الزلافه ديالكم او السلطانيه، كتجي زوينه بزاف. ايوا هذا مكان غادي دابا الدجاجه البنات. خديت مع ملعقه سمنه، نتوما خذوا معلقه الزبده تكون سايحه، وخذوا معلقه ديال مطيشه الحك او صلصه الطماطم المركزه، غتخلطوها مزيان بحال هذا الشكل هذا. هاد التكه هادئه كيف ما كيقولوا لها المصريين، ملي كديروها فوق الدجاج وكدهنوه بها، من بعد ما كيدخل الفرن باش يتكراتينا كيعطي واحد اللون زوين بزاف وكيعطي واحد لوغو غزال، يعني كتجي حتى اللوغو ديالو كيجي زوين، ما كيجيش هكاك باسل، كيعطي واحد لوغو زويون. هذه التكه هذه ديالي انا اللي كنديرها بصراحه. يعني المصريين كيكونوا هما كيسلقوا الدجاج كيديروه ديريكتومون مع السمنه بوحدها ويحمروه. انا دابا زدت صلصه الطماطم يعني ابتكار من عندي وصافي. هانتوما غتشوفوه من بعد ملي غيوجد كيبان زوين بزاف. كيتحمر واحد التحميره يعني اللي هي زوينه. هذا مكان كما قلت لكم غادي ندهنو بحال هكا وغادي ندخلو الفران ياخذ الوجيه ديالو، يعني نحمرو من الوجه. اما اصلا البطاطس هانتوما شفتوا من بعد ما طابت كيفاش كتجي ملبيه وزوينه، حتى اللون ديالها كيشهي بصراحه ولذيذه لذيذه البنات. من بعد ما كليناها حيت انا كندخل دابا الفويس او التسجيل دابا. كيف ما كتشاهدوا اعزائي، دابا هذا الرز غندير الرز مفلفل اللي هو رز مفلفل. كناخذ واحد الكميه ديال الرز في الاول كنحمروها حتى كترجع حميمره شويه صفيفره، ومن بعد كنزيدوها الرز الاخر العادي وكنديروا المليحه ونديروا عليها الكميه ديال الماء ونخليوه يتسلق. وها نتوما كتشوفوا من بعد ما شربت لسان عصفور ها هي وجدات، كتجي بحال هكايا شوربه زوينه. والدجاج كيف ما شفتوا حتى هو كيفاش كيجي محمر غزال بزاف. والروز ها هو من بعد ما نشف كنقصوا له على بوطه على نار مهيله وكنخليوه يطيب. يعني الا درنا كاس ديال الروز كنديروا شي كيسان د الماء مليحه وكنخليو داكشي يتسلق وصافي. الغديوه ديالي واجده. هانتوما كتشوفوا الروز ديالي وشوربه لسان عصفور والدجاج، هانتوما كتشوفوا التحميره ديالو كيفاش دايره، كيجي بلين بزاف ولذيذ. ايوا من بعد البنات ما سالينا وتغدينا، دابا حاليا غنوضوا نشوفوا شنو تابعنا من بعد الغدا. اكيد ضروري الماعن كيتجمعوا، فهانتوما كتشاهدوا دابا غادي نغسلوا المعينات مجموعين ونذكركم بداكشي اللي سبق ودرت يعني والوصفات اللي وجدت. قلنا البنات الروز الا درنا مثلا زلافه ديال الروز غادي نديروا معها جوج زلايف يعني ديال الماء، وكنديروا معها شويه د الملحه وشويه د القزبر مدقوق ونخليوها يعني تسلق. في الاول كنحمروه بالسمنه او بالزبده والزيت كيتحمر مزيان. يعني حتى انتم عندكم الرز في المغرب كيكون زوين بزاف. هنا الرز فيه نشا، الرز المصري مختلف على الرز المغربي فيه نشا، فضروري كيخصنا حنا نديروا له ديك يعني كنقرملوه شويه اللي هو ماشي كنقرملوه باش كيتحمر، لا يعني كنعطيوه واحد الطبقه عازله باش ما يتلصقناش مع بعضياته، باش كتجي الحبه مفرزه على اختها. وهذا مكان. فكيف ما كتشوفوا دابا غادي نغسلوا المعينات ديالنا. غسلت لافابو في الاول بشويه ديال تيدو جافيل باش نغسل فيه الاواني ديالي يعني على نظافه. المهم الماعن راكم عارفين البنات نتوما تبارك الله ما كاينش اللي يعرف يعني يكون حادق بحالكم. انا كنبغي غير ندير معكم روتين تحفيزي او كنبغي نشارك معكم وصفات يعني مختلفه على الوصفات المغربيه ديالنا. هذا مكان، ولكن تبارك الله نتوما ما يتسالكم شيء، كتعرفوا يعني شحال من حاجه كتعرفوا ديروها. كيف ما قلت لكم هذا روتين تحفيزي او روتين بغيت نعرفكم يعني على التقاليد المصريه ونعرفكم على يعني كيفاش كندوز نهاري. هذا مكان. ايوا صافي دابا ان شاء الله غادي نغسل هاد الماعن ونمشي نرتاح شويه ونوجد للزوج ديالي واحد الكاس ديال الشاي مصري اكيد وغادي نرتاح. حنا اصلا البنات دابا حنا عندنا الغدا. بنعرفكم برضو بالعادات والتقاليد المصريه. حنايا هنا الغدا كنوجدوه يعني حتى 3 ساعات كنوضوا نوجدوا الغدا باش كيوجد لنا مع الخمسة. كنتغداو حنا مع الخمسة. هي هذيك بيد ما تغديت ووجدت الغدا دارت 6:30 غسلت الاواني وظلام الحال وغادي نخرجوا مجموعين. غادي نمشيو ان شاء الله ندوروا شويه ونديكم معايا تساراو
وندخلوا لواحد المحل يعني كيكون معروف. مصر معروفه بالمحلات اللي هي تاع ديال الكشري، المحلات ديال المكرونات، المصمط. انا ديجا انني صورت المصمط المصري، معروفه بزاف ديال الاكلات الشعبيه الزوينه ديالهم. وانتم كتشوفوا غادي نديكم تسراو معايا شويه وصافي، ما غاديش نحرق لكم المفاجاه وما نحرق لكمش الفيديو. هذا ما كان. المهم نغسل معيناتي وغادي نرجع لكم دابا شويه ملي نكون خارجه. غنخليكم مع الموسيقى. وحنا خرجنا البنات، نوديكم معايا ان شاء الله للمدينه. دابا راني راكبه الميكروباص المصري. ضروري ان شاء الله شي نهار نصور لكم الميكروباص كيف داير. هو داير بحال 207 البنات، غير هو عنده الكراسه من الداخل. كيكون بعض المرات يعني بعض الميكروباصات اللي كتكون جديده كيكون فيها تكييفات، وهادشي اللي كاين. هذا هي المواصلات ديالنا حنا ديال الناس ديال ولاد الشعب. ما كاينش طوبيسات هنايا، كاين غير الميكروباصات تماها بحال هذا اللي داز. المهم البنات دابا راني كنت كنتسارى شويه ومشينا شفنا شي حويجات وغادي ندخلوا ان شاء الله لهذا المحل هذا سميتو محل الكشري اسكندراني، معروف هنايا في الغردقه، زوين بزاف ونقيقي. المهم غادي نتعشاو ان شاء الله ومن بعد غادي نمشيو نشربوا شي حاجه يعني كما قلت لكم، نشربوا شي حاجه ساقعه او بارده. هذا الركن هذا نتوما شوفوا البنات الممثلين المصريين حاطينهم هنايا يعني قدام، فؤاد المهندس، سعاد حسني، بزاف ديال الممثلين. المهم كما كتشوفوا دابا حاليا اول ما كندخلوا كنجلسوا كيعطيونا سميتو المخلل ضروري كيتحط فوق الطابله، هو اول حاجه. ومن بعد ما جات الماكله، المهم الزوج ديالي خدا مكرونه بالفراخ، كيحط لها الشطه اللي هي الحرور وكيحط لها الخل اللي هي الدقه. وانا خديت الكريبيانو بالشاورما د الفراخ، زوين بزاف البنات ما شهيتكم. ايوا هانتوما كتشوفوا السيد كيشطشط. تاكل المكرونه بالفراخ سبايسي، انا بقى هاكل الشاورما بس في الكريب. شوفوا البنات هذا المحل ديال الحواوشي، انا راه كيوجدوا الحواوشي قدامي وبغيت نوريكم. المهم كيصاوبوا العجينه وكيديروا فيها الكفته في الوسط، الكفته كتكون متبله وكيغطيوها بالعجينه ويرشوها بالماء ويدخلوها للفران. فحبيت نوريكم يعني كيفاش كيوجدوها. صافي البنات من بعد ما تعشينا الفوق نزلت لتحت هنايا في نفس المحل، نزلت لتحت شربنا يعني خدينا عصير قصب. وهادشي اللي كاين اعزائي الكرام، هذا ما كان. ونتمنى ان شاء الله ان الفيديو ديالي يعني يكون نال اعجابكم، وانني يعني قربتكم شويه من الاجواء ديالي كيفاش كندوزها هنايا في الغردقه في مصر. وهذا ما كان. وصافي ركبنا عاوتاني في الميكروباص، وغنقول لكم باي باي عليكم وتصبحوا على خير وبالف خير والى